اكتر اسهم بتنهار في البورصه لما يحصل تصحيح او حتى يحصل اصلا انهيار. الاسهم دي ممكن تنزل اكتر من الاسهم التانية بكتير وتبوظ لك المحفظه. لكن القصه ان لازم تلاقي فيهم الثلاث شروط دول مع بعض، مش شرط من الثلاثه. شرط رقم واحد ان يكون السهم طلع بطريقه غريبه شويه، طريقه شبه عموديه في فتره قليله، وده بيحصل احيانا. لكن دي لوحدها مش معناها ان السهم ده هينهار، ولا معناها ان السهم ده مثلا وحش. نقطه رقم اتنين بتخلي الموضوع اخطر، ان ده السهم المحبوب المنتشر اللي كل الناس بتتكلم عليه، السهم اللي من الاخر اللي بقى بوبولر، بقى مشهور في الفترات دي. وده ما يخليهوش سهم خطر، لكن ده يرفع التباين بتاعه جدا فيخليه سهم اخطر، لكن ما يخليهوش سهم وحش. نقطة رقم ثلاثة، مربط الفرس. قيمة السهم الحقيقية بقت كام بالمقارنة بسعره الجديد، وده اللي بيحدد لك فيه انهياره ولا لا، وده اللي هيحدد لك فيه فقاعة ولا لا. القصة كلها لو عرفت تحسب قيمة السهم هتقدر تحسب حتى بعد الطلعة دي السهم ده طلعته مبررة ولا لا، لأن قيمة السهم ممكن تتغير على فكرة، هي مش ثابتة. لو عايز تتعلم تعمل حسابات بسيطة تعرفك قيم الأسهم من غير حسابات معقدة، في طرق بسيطة على فكرة. هتلاقي نقطة البداية في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحة الرئيسية في القناة، اللي جواه معلومات تعليمية كتيرة مش بحطها هنا، بالإضافة إلى لست للأسهم التي قد تكون قوية ماليا طبقا لوجهة نظري الشخصي، وهذه ليست دعوة للشراء. ولسه تانية تعليمية مهمة هتلاقيهم كلهم في الجروب. أنا محمد فاروق، بقالي 21 سنة في المجال ده.